اتقدم لأكتر من 30 وظيفة واترفض فيهم كلهم، وبعد كده بقى واحد من أغنى الناس في العالم. اللي بقوله ده مش قصة خيالية، دي قصة جاك ما. جاك راجل صيني بسيط، من صغره بيحب اللغة الإنجليزية، وعشان كده كان بيروح يتكلم مع السياح ويتعلم الإنجليزي بنفسه من غير مدرسين. بس حياته كلها كانت رفض. اتقدم للجامعة مرتين واترفض فيهم الاتنين، وبعد كده اتقدم لأكتر من 30 وظيفة اترفض فيهم كلهم. ومن ضمن الوظائف اللي اترفض فيها كانت وظيفة الKFC اتقدم فيها هو و23 تانيين. اتقبلوا ال23 بس جاك اترفض. وبعد كده اتقدم لوظيفة في الشرطة وفي الجيش واترفض فيهم الاتنين. وهنا جاك قرر يسافر أمريكا سنة 1995، وكانت أول مرة في حياته يشوف الإنترنت، ولاحظ ان مفيش اي حاجه على الانترنت ليها علاقه بالصين. وهنا جات له فكره، ليه ما نعملش موقع يربط العالم كله بالتجار في الصين. رجع الصين ولم شويه من اصحابه وبدا ينفذ الفكره، وبدا من البيت وعمل موقع وسماه علي بابا، كلمه اغلب العالم يعرفها. بس عنده مشكله، مفيش خبره، مفيش تمويل، مفيش دعم. بس بشويه اصرار المشروع نجح والشركه كبرت، والنهارده علي بابا بقت من اكبر الشركات في العالم وقيمتها اكتر من 400 مليار دولار. جاك اتحول من اكتر شخص اترفض لقدوه لناس كتير. وكده يبقى خلص الكلام. سلام.